ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ التجربة المرة دي هتكون من الأقصر لأسوان على كوين إن ذيس نايل كروز. التجربة مختلفة وجميلة، أتمنى كل المشاهد اللي صورناها وكل الكلام اللي هنتكلم فيه يعجبكم. خليكم معنا. كوين إيزيس كان اختيار عشوائي ولكنه بصراحة كان في منتهى الجمال. كوين إيزيس الإدارة فيها تحفة، الخدمة فيها هايلة، الأكل حاجة ولا أروع، ودي تهمنا جدا كمصريين. طبعا زي ما انتوا شايفين الفيو مضمون، يعني انت بس تحجز على كوين إيزيس وزي ما انت شايف الفيو بتاعك مضمون 100%. من 260 كيلو ل 300 كيلو انت بتشاهد جمال، بس انت بتشاهد روعة، بس ما شاء الله حاجة ولا أروع. طبعا اليوم الأول ضاع علينا من السفر، وهنبدأ مع بعض من اليوم التاني بعد الفطار التحفة الفريش في كوين إيزيس. قدامنا تمثالين ممنون بيقابلوك وانت رايح على وادي الملوك. بعد ما بتوصل وادي الملوك بتجبر انك تمشي في الممر اللي حضرتك شايفه ده جوه السوق علشان توصل لشباك التذاكر، ودي حاجة كويسة جدا. وفعلا قابلنا حاجات بماتيريال يناسب السعر اللي هم طلبوه، وحاجة بجد تنظيم هايل، معاملة طيبة، ناس جميلة، ناس بسيطة، مفيش جشع، مفيش متسولين، ودي حاجة مهمة جدا. طبعا احنا موجودين دلوقتي في صالة تذاكر وادي الملوك. زي ما حضراتكم شايفين الزحمة حاجة تشرف، حاجة تشرف بجد، ما شاء الله لا قوة الا بالله. ربنا يديم الزحمة دي علينا يا رب، وما يحرمش اهل الاقصر منها. حاجة في منتهى الجمال، يعني انا كنت واقف فعلا فخور، ما شاء الله.